أهلا بيكم في أسترو مصر. النهاردة مش هنتكلم عن صفات جاهزة ولا عن توقعات أو أرقام حظ. النهاردة هنحاول نفهم الإنسان اللي ورا البرج، الإنسان اللي بيضحك كتير، بيتكلم كتير، بيتنقل من فكرة لفكرة، من قرار لقرار، ومن مكان لمكان، لكن في الآخر ممكن يكون أكتر حد محتاج حد يسمعه. برج الجوزاء. مش هنحكم عليه ولا هنقول إنه كويس أو وحش، هنحاول بس نشوف إيه اللي بيحصل جواه، إيه اللي بيخليه يتصرف كده، وإيه اللي بيحاول يهرب منه كل يوم. الشخصية النفسية العميقة للجوزاء. لو سألت الجوزاء أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ غالبا هيجاوبك بفكرة مش بإحساس. هيقولك رأيه، هيحللك الموقف، هيشرح لك وجهات النظر المختلفة، لكن الإحساس نفسه ممكن ما يوصلوش. ده مش لأنه بارد، لأ، ده لأن العقل عنده بقى ملجأ. الجوزاء اتعلم من زمان إن التفكير أأمن من الإحساس، لأن الإحساس بيجيب لك وجع، بيخليك تواجه حاجات مش عايز تواجهها، بيخليك تقف قدام نفسك وتعترف بحاجة ممكن تكون مش قادر تتحملها. فبدل ما يحس هو بيفكر، وبدل ما يواجه هو بيحلل، وده بيديله إحساس بالسيطرة، لأن العقل سريع ذكي قادر يدور على مخرج، لكن القلب بطيء صقيل، مش بيديك مخرج بسهولة. فالجوزاء بيعيش في عقله أكتر ما بيعيش في جسمه أو قلبه، وده بيخليه دايما جاهز للنقاش، للجدال، للتفكير، لكن لما يجي الوقت إنه يحس بجد بيتلخبط. الانقسام الداخلي لو فيه حاجة واحدة بتميز الجوزاء أكتر من أي حاجة تانية، هي إنه مش صوت واحد جواه، هو أصوات. صوت بيقوله روح قدام، جرب، اكتشف، وصوت بيقوله استنى، ده خطر، ما تستعجلش. صوت بيقوله قرب من الناس، افتح قلبك، وصوت بيقوله لو قربت قوي هتتأذي. صوت بيقوله خليك خفيف، ما تاخدش الأمور بجدية. وصوت بيقوله طب وأنا لحد امتى هفضل على السطح، ودول مش أفكار عابرة، دي حوارات مستمرة، كل يوم، كل قرار، كل علاقة. والمشكلة إن الجوزاء مش دايما عارف إن صوت هو الحقيقي، ولا حتى عارف لو في صوت حقيقي أصلا. فبيعمل إيه؟ بيغير رأيه، مش لأنه متغلب بطبعه، لكن لأنه كل شوية بيسمع صوت مختلف جواه، وبيحس إن الصوت ده هو الصح لحد ما يجي صوت تاني. وده بيخلي الناس تشوفه على إنه مش ثابت، مش موثوق، مش صادق، لكن الحقيقة إنه هو مش عارف يثبت على صوت واحد، لأنه فعلا مش صوت واحد. الجوزاء والكلام الجوزاء بيتكلم كتير، لكن لو دققت هتلاقي إن الكلام ده نادرا بيوصل لحاجة عميقة. هو بيحكي قصص، بيهزر، بينقل معلومات، بيناقش أفكار، بيشارك آراء، لكن الاعتراف الحقيقي، الاحتياج الحقيقي، الخوف الحقيقي ده نادر. لأن الكلام عند الجوزاء مش بس تعبير، هو أداة سيطرة. لما بيتكلم هو بيتحكم في الحوار، بيحدد الاتجاه، بيقدر يحول الموضوع لو حس إنه بيقرب لمنطقة خطر، بيقدر يضحك ويخفف لو حس إن الجو بقى ثقيل. الكلام بيحمي، لكن في نفس الوقت بيبعده، لأن الكلام الكتير بيخلي الناس تحس إنها عارفة، لكن في الحقيقة هم عارفين بس الطبقة اللي هو سامح ليهم يشوفوها. والجوزاء عارف ده، وأحيانا بيكون راضي بيه، لأن القرب الحقيقي مخيف. فهو بيفضل يتكلم 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 علشان محدش يسأله السؤال اللي هو نفسه خايف منه. الجوزاء في العلاقات، الجوزاء بيقرب بسرعة، بيتكلم معاك براحة، بيدخل معاك، بيشاركك أفكاره، بيخليك تحس إنه بتعرفه من زمان. في أول أسبوع ممكن تحس إنك لقيت صاحب عمرك أو الشريك اللي كنت بتدور عليه، لكن بعد فترة هتلاحظ حاجة غريبة، هو لسه موجود، بيتكلم معاك، بيضحك، لكن في مسافة ما كانتش موجودة في الأول، مسافة خفية مش ملموسة لكنك بتحسها. وده لأن الجوزاء بيقدر يقرب لحد معين، بعد كده بيبدأ يحس بالخوف. خوف من إيه؟ من إنه يتعرف، من إنه يبقى معروف على حقيقته، من إنه يفقد حريته في إنه يكون أكثر من شخص. لأن الجوزاء مرتاح لما
للحركة، مساحة للتغيير، مساحة للتنقل بين نسخ مختلفة من نفسه. لكن العلاقة العميقة تتطلب ثبات، تتطلب إنك تختار مين وتفضل مين. وده بالنسبة للجوزاء صعب، فهو بيبدأ يمل مش من الشخص لكن من الثبات نفسه. وممكن يبدأ يدور على حاجة جديدة، موضوع جديد، شخص جديد، أي حاجة تديله إحساس إن لسه في حاجات كتير مكتشفهاش. مش لأنه خايف أو سكري، لكن لأنه بيهرب من العمق اللي بيطلب منه يكون واحد بس. الجوزاء تحت الضغط النفسي، لما الجوزاء بيحس بالضغط بيحصل حاجة من اتنين: يا إما بيتشتت أكتر يا إما بيهرب. التشتت بيبان في إنه يبدأ يفكر في ألف حاجة في نفس الوقت، يفتح مشاريع كتير وميعملش حاجة، يتنقل من فكرة لفكرة بسرعة لكن من غير تركيز حقيقي. ده مش لأنه فقد القدرة على التركيز، ده لأن التركيز بيجبره يواجه الموضوع اللي مضايقه، والمواجهة دي مخيفة. فبدل ما يواجه هو بيشد نفسه. أما الهروب فبيبان فيه إنه يغير اتجاهه بالكامل، يسيب الشغل، يقطع العلاقة، يسافر، يبدأ من جديد. مش لأن المكان القديم كان غلط، لكن لأن التغيير بيجيله إحساس إنه قادر يهرب من نفسه. لكن المشكلة إن نفسه بتيجي معاه. لو سألت الجوزاء انت خايف من ايه؟ ممكن يقولك من الروتين، من الملل، من انه يفضل في مكان واحد. لكن الخوف الأعمق هو خايف من انه يتعرف على حقيقته، لأن طول ما هو متنقل متغير بيلعب أدوار مختلفة، هو مش مضطر يجاوب على السؤال أنا مين. لكن لو ثبت، لو اختار، لو قال أنا ده، ساعتها هيضطر يواجه كل الأصوات التانية اللي سابها ورا. هيضطر يعترف إنه اختار حاجة وخسر حاجات تانية، والخسارة دي مخيفة، لأن الجوزاء عايز كل الاحتمالات، عايز يعيش كل الأرواح، عايز يجرب كل الطرق. لكن الحياة مش كده، الحياة بتطلب منك تختار، والاختيار معناه موت لكل الاحتمالات التانية، وده أصعب حاجة على الجوزاء. الفرق بين الجوزاء الناضج والجوزاء الهارب: الجوزاء الهارب بيبدل علشان ما يختارش، بيغير رأيه كل شوية، بيسيب العلاقات قبل ما تعمق، بيبدأ مشاريع وما يكملهاش، بيتكلم كتير لكن ما بيقولش حاجة حقيقية. هو عايش في حركة مستمرة، لكن الحركة دي مش تقدم، هي هروب. أما الجوزاء الناضج بيسمع كل الأصوات ويختار. هو عارف إن جواه أصوات كتير، وعارف إن كل صوت ليه وجهة نظر، لكنه بيتعلم إنه يسمعهم ويقدرهم وبعدين ياخد قرار، مش لأنه متأكد 100%، لكن لأنه فاهم إن اليقين الكامل مش موجود. الجوزاء الناضج بيتعلم إن الثبات مش سجن، وإن الاختيار مش نهاية، وإن القرب الحقيقي مش خطر. هو بيتعلم إنه يبقى واحد من غير ما يفقد نفسه. لماذا يساء فهم برج الجوزاء دائما؟ الناس بتشوف الجوزاء على إنه متقلب، سطحي، مش صادق، ما بيكملش اللي بيبدأه. وده تفسيره سهل لكنه مش عادل، لأن التقلب ده مش عشوائي، ده صراع حقيقي. والسطحية دي مش لأنه مش قادر يعمق، ده لأنه خايف يعمق. وعدم الاكتمال ده مش كسل، ده خوف من الالتزام بحاجة واحدة وخسارة الباقي. الجوزاء مش إنسان سهل، هو إنسان معقد، حساس وخايف. لكن الناس بتشوف التصرفات وما بتشوفش اللي وراها، فبتحكم عليه بسرعة وبتسيبه. والجوزاء بيعتاد على ده وبيقنع نفسه إن هو أصلا ما كانش عايز حد يفهمه، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يفهمه أكتر من أي حد تاني. أكثر شيء يحتاجه الجوزاء ولا يطلبه الجوزاء محتاج حد يسمعه بجد، مش يسمع كلامه لكن يسمع صمته، يسمع التردد، يسمع الخوف، يسمع الأصوات المتضاربة جواه. محتاج حد ما يستعجلوش، ما يطلبوش منه يختار بسرعة، ما يحسسوش إنه لازم يكون نسخة واحدة ثابتة. محتاج حد يقبل إنه ممكن يكون أكتر من حاجة، وإن ده مش عيب. محتاج حد يقوله أنا مش رايح، خد وقتك، لكنه مش هيطلب ده، لأن الطلب ده معناه اعتراف بالاحتياج، والاعتراف ده بيخليه يحس إنه ضعيف، فهو بيفضل يتظاهر إنه مش محتاج حد. لكن لو لقى حد
عارف يشوف وراء التظاهر ده، ممكن يرتاح. كيف يبدأ الجوزاء رحلة الشفاء النفسي؟ أول خطوة: التوقف عن الهروب بالكلام. الجوزاء محتاج يتعلم إنه يسكت بجد، من غير ما يملى الصمت بنكتة أو فكرة أو تحليل، لأن الصمت هو المكان الوحيد اللي ممكن يسمع فيه نفسه الحقيقية. تاني خطوة: التمرن على البقاء في مكان واحد، في علاقة واحدة، في قرار واحد لفترة كافية إنه يشوف إيه اللي بيحصل لما ما يهربش. مش لازم يكون ثبات أبدي، لكن ثبات كافي إنه يواجه الخوف ويكتشف إنه مش مميت. تالت خطوة: قبول الخسارة. الجوزاء محتاج يتصالح مع فكرة إن الاختيار معناه خسارة، وإن ده عادي، وإن الحياة مش ممكن تتعاشى كلها. لكن العيشة الحقيقية بتبدأ لما تختار حاجة واحدة وتعيشها بعمق. مش لازم يكون الاختيار صح، لكن لازم يكون اختيار. لو انت جوزاء وبتقرأ الكلام ده أو بتسمعه، عايزة أقولك حاجة: انت مش غلط انك بتفكر كتير، مش غلط انك بتتردد، مش غلط انك عندك أكتر من صوت جواك. لكن انت محتاج تهدى شوية، محتاج تسمع نفسك، الصوت اللي تحت كل الأصوات، الصوت اللي مش بيتكلم كتير لكنه بيعرف. ومحتاج تعرف إن الثبات مش سجن، وإن الاختيار مش نهاية، وإن القرب الحقيقي مش خطر. انت مش محتاج تكون كل الناس، انت محتاج تكون نفسك، ونفسك دي كافية، أكتر من كافية. امتى آخر مرة سكت وسمعت صوتك الحقيقي؟